الجزيرة القاتلة. هل تعرف تلك الجزيرة؟ هل تعلم أنها الجزيرة الأكثر فظاعة في العالم؟ هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 110 فدادين، والتي تبعد 90 ميلا فقط عن المدينة البرازيلية ساو باولو، وتعد الموطن الأصلي لأكثر من 4000 نوع من الثعابين السامة، وبها نوع من الثعابين تصل درجة سميته أنها أعلى سمية ب5 أضعاف من أي ثعبان معروف على سطح الكرة الأرضية، ذلك السم الذي يمكن أن يذيب لحم الإنسان. ما هو هذا الثعبان؟ هذا الثعبان هو أفعى رأس الرمح الذهبي، والمتسبب في أكثر من 90% من حالات الوفيات بسم الثعابين في البرازيل. ولكن يبقى السؤال هنا: كيف اجتاحت الثعابين السامة تلك الجزيرة بذلك الشكل؟ لنجد الإجابة يجب علينا أن نرجع معا إلى 11,000 عام، عندما كانت الجزيرة متصلة بالشاطئ. عند ارتفاع معدل الماء انفصلت تلك الجزيرة عن الشاطئ، وكان يعيش بها بعض الحيوانات المفترسة مع الثعابين جنبا إلى جنب. وعلى عكس الحيوانات الأخرى، سرعة الثعابين الهائلة على التكاثر وقدرتها الكبيرة على التطور والتكيف هي التي مكنتها من الحصول على السم الزعاف الذي يحتويه جوفها حتى الآن. تعتبر هذه الجزيرة من أخطر الأماكن في العالم، ولذلك تم منع البشر من زيارتها مطلقا، باستثناء بعض علماء الثعابين القلائل الحاصلين على شهادة متخصصة للتعامل مع تلك النوعية من الثعابين شديدة السمية. أما عن المنارة البحرية الموجودة على الجزيرة، والتي تم بناؤها هناك منذ عام 1909، فالمسؤول الأول عنها هي القوات البحرية البرازيلية. وتقول الأسطورة أن هناك أسرة كانت تعنى بأمر تشغيل المنارة، والتي قضى جميع أفرادها نحبهم بسم ثعابين الجزيرة. وتضيف الأسطورة أن كل أفراد الأسرة كانوا يغطون في نوم عميق عندما تسللت الثعابين إلى أسرتهم عبر نافذة مفتوحة، ومن ثم هاجمتهم. وعندما حاولوا الهرب من الجزيرة عن طريق قارب لهم كان مربوطا على الشاطئ، قامت الثعابين المتعلقة على غصون الأشجار بلدغهم. ويقول مارسيلو دوارتي، أحد علماء البيئة القلائل الذين تم منحهم إذن الدخول للجزيرة 20 مرة في مناسبات مختلفة، بأن هناك ثعبانا لكل متر مربع من أرض الجزيرة. الأمر هذا يعني أنك لن يكون بينك وبين الموت إلا 3 أقدام فقط أينما ذهبت. هل تخيلت يوما أن تتواجد على جزيرة مليئة بالثعابين الجائعة العدوانية، والتي يحتوي جوفها على ذلك السم الزعاف؟